السلام عليكم بعدا، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. فوالا المشاركه ديالي مع اتصالات المغرب في هذا الجوله ديال الشواطئ. زعما كيشرفني اني نشارك في هذه الحفلات، وكنجيو انا متشوقه بزاف للجمهور، وكنشكر بزاف اتصالات المغرب لان هي كتعطينا هذه الفرصه باش كتلاقينا مع الجمهور ديالنا. كي قلت لك زعما انا كنكون فرحانه بزاف اني نتلاقى مع الجمهور ديالي، ولا سيما ان يعني كان واحد الفريق ديال السنين باش ما تلاقيناش نظرا ديال الكورونا، المشكل ديال الكورونا. ودابا انا كنت درت واحد كنت شاركت في المهرجان ديال السعيديه، والحمد لله كان رائع جدا. واليوم ان شاء الله كنتمنى ان يكون في نفس المستوى، واللي ثار الانتباه ديالي واللي فرحني بزاف هو ان ما شاء الله كاين تحسينات كبيره بالنسبه للورغانيزاسيون ديال الحفلات. كاين انتما كتشوفوا كيف مثلا الكواليس في مستوى، وكل شيء دايز يعني على مستوى عالي، التنظيم رائع. شوف انا يعني الجمهور بالنسبه اليوم، لا بالنسبه اليوم ما كايناش عندي اغنيه جديده، عندي الاغاني. انتم كتعرفوا اني ملي كنطلعوا الجمهور تيطلب لي غير الاغاني القدام وتيبغي يسمع القديم ديالي، وهذا ولكن مستقبلا واش كاين شي اكيد حنا كنوجدوا ان شاء الله. العلاقه ديالك بالجمهور ديال المنطقه الشرقيه عندي علاقه كبيره بزاف، وكنحبهم بزاف، كنحترمهم بزاف، كيحترموني حتى هما كذلك. فهذا زعما دائما عندي نفس الجمهور، يعني الملاحظه ديالي اني عندي نفس الجمهور، سواء كان جمهور شرقي او شمالي او جمهور المغرب، كله عندي كيف الحمد لله. ما فكرتش انا ديما ما فكرتش ان مثلا الفكره ديال ديو شي نهار؟ شوف انا ما عنديش مع الديويات الصراحه، يعني زعما شحال من واحد كيقترح عليا، وزعما الفنانين عالميين يعني دائما ما كنقول لا، ما كنبغيش لي ديو جيم با. ولكن كاينه اون اكسبسيون غتكون مع بنتي ان شاء الله. نجاة، واحد السؤال اللي مهم لنا، كنشوفوا الديفا ديالنا نجاة نتوما اللي كنعشقوها كاملين، يعني حنا ملي كنا صغار باقيه محافظه على النجوميه ديالها الحمد لله. شي ديما نجاة هي نجاة، يعني في 2019 ولا في 2023 شنو السر؟ وشوف هو كاين بزاف ديال الحوايج، يعني ماشي مثلا غير صوت نجاة، ولا يعني نجاة ككل، يعني بسمعتها، بحبها للجمهور ديالها، باحترامها لنفسها اولا، واحترام الجمهور. كاين واحد كل سلسله من بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو الفنان انه تيبقى محافظ على درجته. تبارك الله عليك. لا نجاة، انا عندك اخر سؤال. شفناك مؤخرا درتي واحد التجربه ديال التقديم ديال واحد البرنامج، واحد البرنامج ناجح. واش نجاة ما كتفكرش انها تمشي للتمثيل؟ شوف انا دائما كنت مولعه بالتمثيل وباقا، انما زعما تقترحوا عليا بزاف ديال لي سيناريو، ولكن ماشي داكشي اللي انا حاسه به وبغيته. فكنتمنى ان شاء الله يكون شي انتاج قوي، ويكون شي من الافكار كاينه، يعني الحمد لله كاينه افكار، يعني غير مثلا نديروا غير القصه ديال نجاة، راه ماشي فيلم. شكرا الله عليك. الله يحفظكم، شكرا، كنشكركم بزاف الحضور ديالكم، وتبارك الله عليكم حتى نتوما، والله يعاونكم في المسيره ديالكم. شكرا بزاف، وكنشكر بزاف الجمهور ديالي اللي كيتابعني، والجمهور ديالي اللي كيحضر لي في الحفلات، وكنحبهم وكنحترمهم، وكنقول لهم كنحماق عليهم.